الحقوني يا حبايبي، الجيران جت خبطت عليا من كتر الريحة مهلت عليهم وكسروا عليا الباب. انا النهارده نزلت جبت شوية حاجات كده للغسالة، وجبت ده عشبة اسمها حلفة بر اللي عنده مغص حلوة قوي لما يغليها. وطبعا جبت كبدة اسكندراني. كبدة اسكندراني يعني جوزي العزيز احسن واحد ممكن تاكلي من ايده كبدة. عايزة اقولك بيعملها زي ما بتمشي كده وتشميها على العربيات. وكان نفسي بقى في الكنتالوب ده جابهولي. ربنا يخليه ليا يا رب. طبعا هو واقف بقى يعمل لي الكبده دي، لان طالما كبده يبقى هو لازم هو اللي يعملها. محدش بيعرف يعلي عليه فيها بصراحه. خدوها بطريقته وصدقوني هتدمنوها ادمان. هو بيحب يتبلها الاول، بيحط عليها شويه ملح، شويه كمون. طبعا الكبده مش بتتغسل، سواء كانت بلدي او مثلجه ما بتتغسلش. وبيحط عليها معلقه توم زي ما احنا شايفين كده فريش، ويقلبها. وفي نفس الوقت بيحط برضو معلقه توم على الزيت اول ما يغلي كده. يقلب التومه كويس، ما بيسيبهاش اللي هي تاخد لون. ينزل عليها بقى بالكبده الجباره دي. عايزه اقول لكم الريحه بس وهو بينزل كده بتخش القلب على طول. بتلم الجيران وتلم الشارع عليكي من كتر الريحه وجمالها. يفضل يقلب فيها كده لحد ما كلها تاخد اللون الحلو ده. وكتري في الزيت عشان يبقى ليها صوص حلو كده ما تبقاش تنشف منك. طبعا الكبده اساسها الفلفل. هنا حاطين فلفل سبايسي وحاطين فلفل عادي، عشان يبقى ما يبقاش كل ده فلفل سبايسي تبقى مولعه. ودي التحبيشة بتاعتها بتيجي معاها جاهزة، عبارة برضو عن توم. توم مفروم تقريبا، بس يعني دي التحبيشة اللي بتيجي معاها. تمام، وافضلي قلبي فيها كده. وبعد كده هيغطيها عشان البخار كمان يكمل السوا بتاعها. هي ما بتغيبش على النار بكتيرها قوي 10 دقايق. تمام، غطاها كده. بعد كده لقيناها بقى بتبقبق كده ببعضها، تحسي ان انت عايزه تجيبي 200 رغيف وتاكليها وهي على النار. بيحط بقى عليها شويه كمون، ويظبط الملح بتاعها، وبيفضل يقلب فيها. لو وصلت للفيديو لحد هنا متنسوش تحطوا اللايك والشير وتشتركوا كده وتفرحوني في القناه. واتمنى اشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم. هنا بقى بيفضل يقلب فيها كده. عايزه اقول لكم والله يا جماعه كان نفسي تشموا الريحه. طبعا بيحط الخل وبعد كده بيطفي عليها على طول. شوية خل حلوين كده اهو. ويعصر عليها طبعا الليمون. يقلبها بس الاول تقليبة حلوة كده. وهيغطي برضو عليها تاني شوية. تمام. وبعد كده بقى بص انا بعمل لكم مية مية لايك. هي بصراحة تاخد 100 لايك. بيغطي عليها كده بعد ما حط شوية خل. تمام. وبيفضل يقلب فيها كده، وبعد كده بيشيلها بقى يرفعها من على النار ويحط خل تاني. يعني هو حط خل مرتين، يحط حبة خل كمان. وبيعصر عليها الليمون. وكلي بقى احلى كبدة. وعايزة اقول لكم بيتبقى منها شوية زيت، اعملي بيهم بقى شوية فول. يبقى فول بالكبدة بيبقى خطير، بيبقى في حتة تانية خالص. اتمنى تجربي يا قمر الطريقة دي، وقوليلي ايه رأيك فيها في التعليقات. بس ونقدمها بقى بألف هنا وشفا على قلبكم. وبحمر جنبها بطاطس، وزي ما قلتلكوا بسيب شوية زيت عشان خاطر اعمل فيه شوية فول. بعد ما بيقدمها كده بيحط عليها شوية فلفل برضو كده. مش متشوحين بقى، بيبقوا كده بيديها ديكور شكل حلو. لان عارفين العين بتاكل قبل البق.